نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الظاهرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين عامل لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناف الكريمة والبطول فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القرآن التام الذي يتنقل في وجوده ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت فيه من خصصت فكان مستقره بالأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ذات البشر ونورا حير أثره وبحر فجعلت همة الراقب هذه الحروف بأن يرقم في هذا القرآن ولديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأمثل لا تقيم بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنها تعرض الأخلاق عن شهور خير لنا ولكن هزني إلى تكوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين ولم يقرأ يترك في الكون منشورة على مدى الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه العظمة الكريمة والعلم تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يرفع بالمتكلم والسامع ولعل الله يرفع بالمتكلم والسامع ولعل الله يرفع بالمتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتبرعان بروح ذلك
فما حرقته فيه الأنامل مما استفاده الفم صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أعظم الشمائل وهنا حرم أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس ولا نشأ في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تقرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم موجودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب ووجود من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلو عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حقها بالذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيانا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبثق على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقلت عن ربه هذه الدرة المقرونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبر ويمسي في سرور وامتزاج بقرب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال الإشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت فيها ابنها بالغلام من بركات وسعادة هذا الإمام
ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بعلم الفرح بملاقاة أشرف البريات وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تدخله في القدور والظهور فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبثر في العالم الكبير مائل التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حين قرب ونوضع هذا الحبيب وعلت السماوات والأرضون وما فيهن بالتوحيد وأنوار الجود الإلهي على أهل الوجود تهدي وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قل ربك شفق قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور من الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة للخواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الزمان المملود. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سطح الكمال من النور عن عمود وبرز الحائل المحمود مدعما لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
أمر ذلك وعباد له شرفا على مكة وسماء. وكان وقت مولد سيد القرنين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقوله بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد مقتولا مقولا مقطوع الصدرة فولد ذلك للشرف عند الله عيد القدوة. ومع بروز هذا العلم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأكرم العبائد. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنها قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فرضانا وما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت ثم لبست وأوجعت فلما انشقت غشيتني ظلمة ورعد وقشعر وقع يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعر وقع يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وقد ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبائن الآيات البينات بما يقضي بعزم الشرف عند مولاه وأن عين عناية في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأقدار بما تضيق عن كتابته مطول الأمراض. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين حلما ورزقا. فمن فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهو واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سنة أخلاق أيضا قوية التي تبتعد منها قوائس الأقوياء من البرية وللنشر به تعثرت الطرق والمنازل وبعلم ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنقلب في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية. فمن خلق من البرية محمود إلا وهو تلقى عن لديك الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه ولو معنى قيمتي ومكاني أوصف عز قد تعالى منك أخذت على نتمسها بعداده. وقد انبسط القلم في تدوينها قد العلم ووقع مولد النبي الكريم وحكاية ما قال الله بهذا العبد المقرب من التقديم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك 10 أقلام في هذا المقام
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل خطبك ما يحصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه اللهم يا من اليك توجه الامال فتعود ظاهرا وعلى بعزتك نتوجه اليك باسرار السيدين سيد المرسلين عندك الصادق الامين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين ان تصلي وتسلم على تلك الذات الغاليه مسؤول عن منهجك وحبيب سرك وحامل غايه دعوتك الشامله انا من افضل المحمود لك والمخصص بصرف الخلق ولموت من موات الخلق ومصدر قاسم عن ذلك بعبادك وشرك كوسي يرسلك الى عبادك سيد الكونين واشرف الثقلين عند المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم الله واهل حمله اقترابهم احبابك اللهم انا نقدمك بهذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقام عظيم ان تلاعبنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تقرنا في جميع كوننا وان تقرباتنا بجانب رعايتك وحسن وقايتك وان تغلقنا من شر كل من هذا الحبيب ويتاملنا وتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاملين وبنويك بعين يسألك محبك وحبك من المؤمنين ولعبك من العابدين اللهم إنا بلغنا برحمة خاصة فلا تحرمنا ويسلنا جميلك إليه وسيلتنا فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين الغفران والمسلمين وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وظهره وظهره ورزقه وعنا ببركتك الشريفة التي أولادنا ووالدينا وأهلنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وذرية للقبيل الأفضل منشورة ومعالم الإسلام أهل المعنى المسرورة واكشف لهم قرة المقبولين واغفر لنا وللمغفرة للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر أجمعين بشر معتدين وصائبين واقصد عن جنة العابدين جامع النواحي والأبطال وأيدهم بذلك من عندك ونشر على المعالم من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب العزة حسين جميع البلايا واجعلنا يا رب العزة حسين جميع البلايا واجعلنا يا رب العزة حسين جميع البلايا وابرز مكينا في خطايا وابنا في عمل طاعتك وتحميل بنعمتك وقائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واغفر لنا من قبل خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب ونعم السماوات والقلوب وعلى آله وصحبه وسلم ثم يكون أحوانا الحمد لله العالمين فليسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام